السلام عليكم. اليوم رح نعمل ركن رمضاني كتير حلو ومميز ومن أشياء جدا بسيطة مثل ما تعودتوا. دائما بنعمل إعادة تدوير للأشياء الموجودة عنا وبنعمل أشياء كتير حلوة ومميزة. السنة الماضية عملنا الخيمة الرمضانية، وهالسنة رح نعمل شغلة كتير مميزة وغريبة. إذا كنتوا أول مرة عم بتشوفوا قناتي أهلا وسهلا فيكن. أنا صبا، فضلا لا تنسوا الاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس ليوصلكم دائما كل الفيديوهات الجديدة. لفكرتنا اليوم رح يلزمنا عصاية المكنسة. رح يلزمنا 3 قطع من العصاي ورح نعمل منهم عن جد فكرة كتير حلوة. أول شي رح أشيل البلاستيك الموجود عليها ورح أشيل النايلون حتى يطلع عندي لون الخشب الطبيعي. رح نستخدم 3 عصايات، عصايتين بنفس الطول، والعصاية الثالثة رح نقسمها 3 أقسام، كل قسم بيكون أصغر من التاني، يعني 3 أقسام بأطوال متدرجة. هلا أنا كان في عندي عصاية قديمة كمان فرح يكونوا عندي 4 قطع. ممكن تعملوا انتوا 4 قطع أو 5 قطع حسب اللي انتوا حابين. الفكرة اني رح اعمل العصايات بشكل متدرج، يعني متدرجين بالطول، الأصغر وبعدين أكبر بعدين أكبر. وهلأ رح نشوف كيف الطريقة رح تكون. في البداية رح أربط خيط الخيش على العصاية الطويلة بشكل محكم كتير، وبعد هيك رح ألف الزايد على الخيط، وبعدين رح أعمل شكل ضرب. بعد ما أعمل ضرب بالخيط بحيث الضرب يكون من أسفل العصاي التانية للأولى، وبعد هيك رح أعمل على دور مدارات العصاية الطويلة كمان بشكل ألف عليها بشكل حتى يثبت، حتى تكون طريقة ربط السلم واضحة عليكم 100%. رح أترك لكم رابط في صندوق الوصف فيه صورة كيفية ربط السلم، رح تتعلموا منها طريقة ربط السلم بطريقة كتير واضحة وسهلة بكل الخطوات. أهم شي وقت الربط تشدوا إيدكم كتير منيح، رح يكون السلم جدا ثابت، بس المهم إنكم تكونوا كتير عم بتشدوا الخيط منيح وعم بتثبتوه، ووقت بتنهوا كمان كتير يكون بشكل محكم. هلأ هون ثبّتت كل الخشبات بهذا الشكل. على فكرة هذا السلّم يعني ممكن تستخدموه بعد رمضان لكتير شغلات في الديكور. خلّوكم معي بالقناة رح أعمل منّه أفكار كتير حلوة. محل ما كان في القطعة البلاستيكية شكلها مو حلو، فلذلك رح ألف عليها خيط إنّب بهذا الشكل. رح أثبته بمسدس الشمع وبعد هيك رح أثبته عليه، وطبعًا الإجرين من تحت كمان نفس الشي. وهلأ خلّونا نعمل مع بعض ركن الصلاة. رح أعمل هون سجادة الصلاة أعلقها على السلم بهذا الشكل. وكل الشغلات اللي عم بتشوفوها نحن عملناها مع بعض بالقناة على عدة فيديوهات. طبعا هدول إذا بتتذكروا كانوا ألعاب الرمل للأطفال، بخيتهم باللون الذهبي.
رح نعلق كمان الهلال اللي عملناه مع بعض، كمان هلال كان كتير بسيط من الورق ومن المناديل.